مونديال 2030 باقي لنا 7 سنين بعد اليوم. الحدث كان التحاق المغرب بإسبانيا والبرتغال في ملف ترشح الجانب الأوروبي لاحتضان مونديال 2030. هذا يفتح باب أيضا لظهور في أيام القليلة المقبلة ترشيحات أخرى، بالإضافة لتلك المعروفة خاصة على مستوى أمريكا الجنوبية مع الرباعي الأوروغواي الأرجنتين باراغواي وتشيلي، واللي يقول عليهم بأنهم أوفر حظا، لأن الفيفا والأوروغواي يريدان الاحتفال بذكرى المئوية لتأسيس كأس العالم ولأول كأس عالمية بعودتها إلى الأوروغواي. هذا جانب تاريخي مهم جدا. لكن البرتغال، اسبانيا، المغرب من جهه اخرى بلدان امريكا الجنوبيه من جهه ثالثه من ناحيه اسيا، السعوديه لن تتردد في الايام القليله المقبله فعلا ترشحها سواء بمفردها او رفقه مصر واليونان وبعض دول الخليج. الصوره لم تتضح بشكل كبير جدا، ولكن النوايا موجوده. لم يتم الإعلان عنها رسميا، ولكن الأكيد أن النوايا موجودة بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي هي في منحنى تصاعدي بعودتها إلى الواجهة من خلال تنظيم الأحداث أو من خلال استقطاب نجوم الكرة العالمية. وكانت البداية برونالدو وقد تصل إلى ميسي وغيره من النجوم. هنا راح يكون فيه تنافس غير مباشر بين المغرب والسعودية يضعف كليهما. المغرب أكيد سيخسر أصوات الآسيوية بما فيها العربية، والسعودية تخسر أكيد الأصوات الإفريقية بما فيها العربية. وما ننساش بأنه على مستوى آسيا هناك 47 اتحاد، على مستوى إفريقيا 54 اتحاد. ما ننساش أيضا بأن هذه المرة المؤتمر هو الذي سيصوت، مش فقط أعضاء ما كان يسمى باللجنة التنفيذية سابقا. وبالتالي صعب جدا إقناع 210 اتحاد من أجل أن يصوتوا لجهة أم لأخرى. الأصوات ستكون مبعثرة، وصعب جدا حتى ما كان يعتبر كواليس ورشوة سيكون من الصعب جدا على أي واحد أنه يرشي 200 اتحاد على مستوى العالم. وبالتالي سنشهد حراك كبير خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه ما ننساش بأنه الإعلان سيكون في سنة 2024 يعني السنة الجاية. ما ننساش أيضا ذكر بأنه كأس العالم القادمة ستكون في المكسيك وكندا والولايات المتحدة. أوروبا لم يسبق لها وأن لم تنظم كأس العالم 3 دورات متتالية. دائما كانت أمريكا الجنوبية أوروبا، أمريكا الجنوبية. لما دخلت آسيا ودخلت إفريقيا بدأ اللعب يتغير. شفنا جنوب افريقيا في 2010، شفنا قطر الان في 2022. راح نشوف اكيد اشياء غير معتادين عليها فيما يتعلق بمونديال 2030 الذي لم تحسم اموره وستحسم بصعوبه السنه الجايه باذن الله.